ايه الفرق ما بين الفاسيلتي مانجمنت والاسيت مانجمنت؟ ايه الفرق ما بين اداره المرافق واداره الاصول؟ الفاسيلتي انا بتكلم على ثلاث حاجات: بيبول وبروسيس وبليس. مكان بيخش فيه الناس علشان يعملوا فيه عمليه معينه. زي ايه؟ زي البنك. البنك هو المكان بيخش فيه الناس علشان تقوم بيه عمليات احوال بنكيه. فاسيلتي مانجمنت انا بدير الدي تو دي ورك، بدير كل العمليات. خد بالك ان المرفق ده جواه فيزيكال اسيت، جواه فاير فايتنج سيستمز، جواه بلامبنج سيستم، جواه اير كونديشننج. طيب امال ايه هو الاسيت مانجمنت؟ الاول نعرف يعني ايه اسيت. الاسيت هو اني ايتم هاز فاليو وبوتنشال فاليو فور اورجانيزيشن. اي حاجه بتمثل قيمه حقيقيه او قيمه كامنه للمؤسسه. بس خد بالك لازم يكون الاسيت ده بيكرييت الفاليو، ولازم يكون انت عندك المسؤوليه ان انت تحافظ على الاصل ده. اعظم اصل عندنا هو الناس اللي شغاله معانا. تاني حاجة بنتكلم على المخازن، برضو أصول. بنتكلم على الموارد المالية، بنتكلم على الفيزيكال أسيت، المعدات والماكينات الموجودة عندنا في السايت أو في الموقع أو في الشركة. بنتكلم على حاجة مهمة جدا، هي اسمها البراند ايكويتي أو الجود ويلنج. اسمك في السوق، العلامة التجارية بتاعتك. فلما نيجي نبص على الأصول هتلاقي في حاجة اسمها فيكسد أسيت، وفي حاجة اسمها ليكويد أسيت، وفي حاجة اسمها انتنجبل أسيت، هي أصول غير ملموسة. دي كانت معلومة بسيطة عن الفرق ما بين الفاسيلتي مانجمنت والاسيت مانجمنت. لو محتاج معلومات اكتر تابعنا، لو محتاج استشاره املى الفورم.